فيلمنا بيبدأ بحكاية من الماضي عن عيلة سعيدة وبتحب الموسيقى، بس في يوم من الأيام بيقرر الأب يسيب عيلته علشان يروح يحقق حلمه ويكون عازف مشهور، بس للأسف ما بيرجع لهمش تاني. وفي الوقت ده بتتضايق زوجته اللي اسمها إيميلدا وبتقرر ترمي كل الآلات الموسيقية اللي في البيت، وبتبدأ تصنع الأحذية علشان تربي بنتها الصغيرة اللي اسمها كوكو. وبتمر السنين وبتكبر كوكو وبتتجوز وبتخلف، وبيكون عندها عيلة كبيرة وكلهم بيشتغلوا في صناعة الأحذية. وفي الوقت ده بنعرف إن إيميلدا ماتت، وبالرغم من كده عيلتها فضلت تكره الموسيقى. وبنروح لوقتنا الحالي وبنشوف ولد صغير اسمه ميجل، وبيعرفنا على جدته ماما كوكو اللي كبرت وبقت عجوزة، وبيقول لنا ان ماما كوكو بقت بتنسى بسرعة جدا، لكن بالرغم من كده بيكون مستمتع وهو بيلعب معاها وبيحكي لها كل اللي بيحصل معاه. وبيعرفنا ميجل على جدته التانية بنت ماما كوكو، وبيقول لنا انها بتكره الموسيقى جدا زي جدتها ايميلدا. وبيقول لنا ميجل انه بيحب الموسيقى على عكس عيلته، وده بسبب نجمه المفضل ارنستو دي لا كروز. وبيقول لنا ان ارنستو هو اعظم موسيقار في التاريخ، وان بدايته كانت من نفس المدينة بتاعته. وبيقول لنا ان الجيتار بتاعه كان مميز جدا وفضل يعزف عليه لحد ما بقى مشهور، وانه اتشهر بعد ما عمل اشهر اغنيه ليه واللي اسمها سكوريني. وبيقول لنا ميجل ان ارنستو كان بيغني الاغنيه دي في حفله من حفلاته، لكن فجاه بيقع عليه جرس كبير وبيموته، وبيتمنى ميجل انه يكون زي مغنيه المفضل ارنستو. وبعد شويه بيروح ميجل لساحه الفنانين وبيلمح حذاء واحد من المغنيين، ووقتها بيقول له ميجل انه نفسه يكون عازف مشهور، لكن للاسف مش هيقدر لان عيلته بتكره الموسيقى. فبيقول له المغني ان بالليل هيكون في مسابقه كبيره للموهوبين، وبيفكر المغني بنصيحة أرنستو المشهورة عن اغتنام الفرصة، وبيفضل يشجعه وبيديله الجيتار بتاعه وبيطلب منه يعزف عليه. بس فجأة بتيجي جدة ميجل وبتشوفه، فبتضرب المغني وبتطلب منه ما يقربش لحفيدها. وبعدها بتاخد ميجل وبترجعه للبيت وبتحكي لكل العيلة ان ميجل كان موجود في ساحة الفنانين، فبيعتذر لهم ميجل عن اللي حصل وبيحاول يقنع عيلته يسيبوه علشان يشارك في مسابقة المواهب، لكنهم بيتريقوا عليه. وبتروح له جدته وبتقول له ان النهارده يوم الموتى، وبتاخده للمكان اللي موجود فيه صور كل قرايبهم اللي ماتوا، وبتقول له ان هم بيعلقوا صورهم علشان يفضلوا فاكرينهم، وبكده ارواحهم هتفضل في وسطهم دايما. لكن ميجل ما بيكونش مصدق الكلام ده، وبتقول له جدته انه لازم يرعى اسرته ويهتم بيها، والا ما حدش هيفتكره زي والد ماما كوكو اللي اتخلى عن عيلته علشان يروح يعزف. وبعد شويه بيروح ميجل لمكان سري وبياخد الجيتار بتاعه اللي هو صنعه بنفسه، وبيبدا يعزف على الجيتار اللي بيكون شبه جيتار ارنستو. وفي الوقت ده بيشوف ميجل لقاء لارنستو، وهو بيقول ان اي حد عايز ينجح لازم يغتنم الفرصه. فبيتحمس ميجل جدا وبيقرر يشترك في مسابقه المواهب، وفعلا بيتسلل ميجل من غير ما حد يشوفه، وبيخبي الجيتار بتاعه تحت الترابيزه اللي عليها صور الاموات. وفجأة بيدخلوا عليه عيلته بيعرفوا ان هم قرروا يعلموه صناعة الأحذية علشان يشتغل معاهم، لكن ميجل ما بيكونش متحمس لأنه عايز يطلع عازف مشهور مش صانع أحذية. ولما بتخرج العيلة من الأوضة بيروح كلب ميجل ياكل الأكل اللي موجود على الترابيزة اللي عليها الصور، لكن للأسف بتقع صورة جدته إيميلدا. ولما بيمسك ميجل الصورة بيكتشف ان في جزء مستخبي من الصورة، ولما بيشوف ميجل الجزء ده بيشوف الجيتار بتاع ارنستو، لكن الراس اللي في الصورة بتكون مقطوعة. ووقتها بيعرف ميجل ان ارنستو هو جده الحقيقي، فبياخد الصورة وبيروح لعيلته وبيقول لهم ان والد ماما كوكو هو ارنستو دي لا كروز المغني المشهور، وبيقول لهم انه بيحب الموسيقى وفي يوم من الايام هيكون موسيقار مشهور زيه. لكن للاسف عيلته ما بتصدقوش وبيقولوا له ان عمرهم ما عرفوا مين الشخص الموجود في الصورة. فبتتعصب جدة ميجل وبتاخد الجيتار بتاعه وبتكسره، فبيحزن ميجل جدا وبياخد الصورة وبيجري وهو بيعيط. وبيوصل لساحة المغنيين وبيطلب منهم جيتار علشان يعزف عليه، لكن للأسف محدش بيساعده. فبيحزن ميجل جدا، وفجأة بتجيله فكرة وبيروح للمقابر اللي بيكون موجود فيها ناس كتير جدا، لأنه ذكرى يوم الموتى اللي الناس بتفتكر فيه قرايبهم اللي ماتوا. وبيتسلل ميجل لحد ما بيدخل مقبرة أرنستو من الشباك من غير ما حد يشوفه، وبياخد جيتار أرنستو وبيوعده إن هو هيرجعه له بعد المسابقة. ولما بيعزف ميجل على الجيتار بتحصل حاجة غريبة، وفجأة بيدخلوا الحراس فبيحط ميجل الجيتار علشان يهرب، لكنه بيكتشف إن الحارس ما بيكونش شايفه. بيترعب ميجل جدا وبيخرج من المقبره وبيجري وهو خايف، وبيجري لحد ما بيوصل لباباه ومامته اللي بيكونوا بيدوروا عليه، وبيكونوا هم كمان مش شايفينه. لكن فجاه بيجي الكلب بتاعه اللي بيكون هو الوحيد اللي شايف ميجل، وبياخدوا الكلب بعدها وبيوصلوا لارواح عيلته اللي ماتت، واللي بيستغربوا جدا لان ميجل شايفهم، فبياخدوه علشان يروحوا لإيميلدا لانها الوحيده اللي هتقدر تحل المشكله دي. لكن فجاه بيجوا 2 من العيله وبيقولوا ان إيميلدا ما قدرتش تعدي من الجسر، ووقتها بيفهموا ان ده حصل بسبب ميجل وبياخدوه علشان يروحوا لها. ووقتها بينبهر ميجل لما بيشوف الجسر اللي بيربط بين عالم الارواح وعالم الاحياء. ووقتها بيعرف ميجل ان مفيش حد من الارواح دي بيقدر يعدي من الجسر ده غير لما يكون حد من قرايبه معلق له صوره علشان يفتكروا بيها في عالم الاحياء. وبيشوف ميجل واحد من الارواح اللي محدش معلق له صوره وهو بيهرب من الحراس وبيحاول يعدي من الجسر، لكن للاسف ما بيقدرش يعدي وبيجوا الحراس وبيقبضوا عليه. وبعد شويه بيوصل ميجل مع عيلته للمكان اللي بيحلوا فيه مشاكل الارواح، وهناك بيشوفوا إيميلدا اللي بتكون متعصبه جدا لانها مش قادره تعدي من الجسر، فبيروحوا لها العيله وبتتصدم إيميلدا لما بتشوف ميجل. فبيروحوا كلهم للمسؤول اللي بيقول لهم ان عيلتهم اتصابت بلعنه، وده لان ميجل حاول يسرق جيتار في يوم الموتى. فبتتعصب إيميلدا جدا لما بتعرف ان ميجل عايز يطلع عازف، وبتسال المسؤول عن علاقتها باللحظه
حصل، فبيقول لها ميجل انه اخد الصورة بتاعتها اللي كانت على الترابيزة وعلشان كده مش قادرة تخرج من عالم الارواح. فبيقول لها المسؤول انها لو سمحت ميجل على اللي عمله هيرجع لعالم الارواح، وده لازم يكون قبل طلوع الشمس والا ميجل هيتحول لروح وهيفضل موجود في عالم الارواح للابد. وبيجيب المسؤول ورقة شجر وبيديها لإيميلدا وبيطلب منها تسامح ميجل، وفعلا بتسامحه إيميلدا بشرط ان هو يرجع البيت ويعلق صورتها وكمان ما يعزفش موسيقى تاني، وبتعرفه انه لو كسر الشروط دي هيرجع لعالم الارواح تاني. ولما ميجل بيلمس ورقة الشجر بيرجع لعالم الاحياء، لكنه بياخد الجيتار تاني فبيرجع لعالم الارواح. فبتتعصب إيميلدا جدا لان ميجل كسر الشرط بتاعه وعايز يعزف على الجيتار تاني، فبيتضايق ميجل وبيطلب منهم يسامحوه من غير شروط، لكن كلهم بيكونوا خايفين من إيميلدا. وفجأة بتيجي لميجل فكرة وبيقول لهم ان هو هيروح للحمام وبيسيبهم وبيهرب. وبيقرر ميجل يروح لجده ارنستو لانه الوحيد اللي في العيله هيسامحه ويسيبه يعزف. وفجأة بيجي شرطي وبيوقف ميجل لكنه بيهرب بسرعة وبيستخبى في أوضة، وفي الأوضة دي بيسمع الشرطي وهو بيتكلم مع الراجل اللي كان عاوز يروح لعالم الأحياء، وبيقول الراجل ده للشرطي إن هو صديق أرنستو وبيعرض عليه إن هو يخليه يقابله مقابل إنه يساعده علشان يروح لعالم الأحياء، لكن الشرطي بيرفض وبيديله مخالفة فبيتعصب الراجل ده وبيمشي. وقتها بيروح ميجل وراه وبياخده وبيدخله أوضة التليفون وبيطلب منه إن هو يساعده ويوصل له أرنستو. وفي الوقت ده الراجل ده بتجيله فكرة وبيقرر إن هو يساعد ميجل مقابل إن هو يساعده هو كمان، وبيعرفه الراجل ده بنفسه وبيقول له إن اسمه هيكتور. وفجأة بيشوف ميجل عيلته فبياخد هيكتور وبيجروا، فبتتعصب إيميلدا وبتنادي على الحيوان بتاعها وبتطلب منه يعرف مكان ميجل. وفي الناحية التانية بنشوف هيكتور اللي بيغير شكل ميجل علشان محدش يعرف إنه من عالم الأحياء، وبيقول له إنه ما بيقدرش يعدي من البوابة لأن محدش معلق صورته، وبيديله صورة ليه وبيقول له إن هو هيساعده مقابل إنه لما يرجع لعالم الأحياء يعلق صورته. وبيقترح هيكتور على ميجل إنه يدور على أي قريب تاني علشان يسامحه لأن الوصول لأرنستو صعب جدا، فبيكذب ميجل عليه وبيقول له إنه ملوش أي قرايب غير أرنستو. وبعد شوية بيوصلوا هما الاتنين لمكان البروفا اللي بيتدرب فيها أرنستو، وهناك بيقابلوا فريدا اللي بترحب بميجل وبتسأله عن رأيه في العرض التقديمي لحفل أرنستو، فبيعرض عليها تضيف موسيقى وتعمل شوية تغييرات، فبتعجب فريدا بفكرته. فبيسألها ميجل عن مكان أرنستو فبتقوله إن هو ما حضرش البروفا لأنه مشغول في تنظيم الحفلة اللي في قمة البرج بتاعه. وفي الوقت ده بيجوا مجموعة من الموسيقيين اللي بيتريقوا على هيكتور، فبيروح لهم ميجل وبيسألهم ازاي يقدروا يقابلوا أرنستو. فبيقول له واحد من الموسيقيين ان في مسابقة كبيرة هتقام في المدينة واللي هيفوز في المسابقة دي هيعزف في حفل أرنستو. فبتيجي فكرة لهيكتور وبيقول لميجل انه يعرف حد يديهم جيتار علشان يقدروا يشتركوا في المسابقة. ومن ناحية تانية بنشوف عيلة ميجل وهم ماشيين ورا آثار أقدامه، أما ميجل وهيكتور بيكونوا في طريقهم للشخص اللي هيديلهم الجيتار. بيقول هيكتور لميجل ان كل الأشخاص اللي موجودين في المكان ده ملهمش صور متعلقة في عالم الأحياء. وبيدخلوا بعدها لواحد من البيوت وبيقابلوا صديق هيكتور وبيطلب منه هيكتور الجيتار بتاعه لأنه محتاجينه في حاجة مهمة، لكن فجأة بتحصل لصديق هيكتور حاجة غريبة وبيقول له ان هو بيتلاشى لأن ما عادش حد فاكره، وبيطلب من هيكتور يعزف له. فعلا هيكتور بياخد الجيتار وبيبدأ يعزف، وبينبهر ميجل بالموسيقى بتاعته بطريقة غناء، وبيفضل هيكتور يغني ويعزف لحد ما صديقه بيتلاشى. ووقتها بيستغرب ميجل وبيسأل هيكتور على اللي حصل، فبيقول له هيكتور ان الموت الحقيقي في عالم الأرواح بيكون بعد ما كل الناس تنساه ومفيش أي حد فاكره بعد موته في عالم الأحياء. وبيدي هيكتور الجيتار لميجل وبيخرجوا من البيت علشان يروحوا للمسابقة. وفي الطريق بيقول هيكتور لميجل ان هو اللي علم أرنستو كل حاجة عن الموسيقى، لكن ميجل ما بيصدقش كلامه. وبعد شوية بيوصلوا للمسابقة وبتبدأ المسابقة، لكن المتسابقين ما بيكونوش موهوبين وما بيعجبوش الجمهور. أما ميجل فبيكون متوتر وخايف وبيقول لهيكتور ان دي أول مرة يعزف فيها قدام كل الناس دي، فبيديله هيكتور شوية نصايح علشان يعزف بطريقة كويسة. وبيجي الدور على ميجل وبيطلع على المسرح لكنه بيكون خايف يعزف قدام الجمهور، لكنه بيستجمع شجاعته وبيبدأ يغني وهو بيعزف على الجيتار بمنتهى البراعة. وبينبهر هيكتور والجمهور بطريقة عزفه، وبيفضل ميجل يغني وهو سعيد ومبسوط، وكمان بينضم له هيكتور على المسرح. وفي الوقت ده بتوصل عيلة ميجل لمكان المسابقة وبيدوروا عليه، وبالصدفة بيشوفهم ميجل فبياخد هيكتور وبيهرب بسرعة. وفي الوقت ده بتطلع مقدمة المسابقة وبتسأل إذا كان حد شاف ولد صغير من عالم الأحياء لأن عيلته بيدوروا عليه. فبيتعصب هيكتور لما بيسمع الكلام ده لأن ميجل كذب عليه وقال له إن أرنستو هو قريبه الوحيد، وبيحاول هيكتور ياخده علشان يرجعه لعيلته، لكن ميجل بيرفض وبيديله صورته وبيسيبه يمشي. فهيكتور بياخد صورته وبيرجع يدور على ميجل، بس فجأة بتيجي الشرطة وبيشوفوا ميجل اللي بيجري بسرعة علشان يهرب منهم، بس فجأة بتيجي إيميلدا وبتمنعه، لكن بيقدر ميجل يهرب منها وما بتقدرش إيميلدا إنها توصل له. بعد شوية بيوصل ميجل لمكان البرج اللي هيتعمل فيه حفل أرنستو، وبيروح ميجل علشان يدخلوا لكن الحارس بيمنعه، وبالصدفة بيشوف الفريق اللي فاز في المسابقة فبيطلب منهم يساعدوه. فعلا بيساعدوه الفريق وبيدخلوا معاهم للحفلة، وبيروح ميجل يقابل أرنستو لكن المكان بيكون زحمة جدا وما بيقدرش يوصل له. بس وقتها بتيجي لميجل فكرة وبيطلع على السلم وبيصرخ، فبينتبه له كل اللي موجودين وبيبدأ ميجل يغني ويعزف على الجيتار، والكل بيكون منبهر بعزف ميجل اللي بيكون مميز جدا، حتى أرنستو بيعجب بيه. وفجأة وميجل بيغني بيقع في المية فبينزل وراه أرنستو علشان ينقذه، ووقتها أرنستو بيعرف إن ده الولد اللي من عالم الأحياء، وبيسأله أرنستو عن سبب وجوده هنا، فبيقول له ميجل إن هو حفيده وجاله هنا علشان ياخد مسامحته علشان يرجع تاني لعالم الأحياء. فبيفرح أرنستو
ارنستو لانه عنده حفيد موسيقار وبيشيل ميجيل وبيحتفل بيه. وفي الوقت ده بنشوف هيكتور اللي متنكر في شخصيه فريده وبيدخل للحفله. اما ارنستو فبيكون فرحان جدا بميجيل وبيعرفه على كل اصدقائه. وبعد شويه بيسالوا ميجيل اذا كان ندمان على انه فضل الموسيقى على عيلته، فبيقول له ارنستو ان ده كان قدره وانه كان لازم يحقق حلمه، وبيفهمه ان الموسيقى هي مستقبله، وبيطلب منه يحضر الحفله معاه علشان يعرف كل اللي موجودين في عالم الارواح مين هو حفيد ارنستو. لكن ميجيل بيرفض لانه لازم يرجع لعالم الاحياء قبل شروق الشمس عشان ما يتحولش الروح. فبيمسك ارنستو ورقه شجره علشان يدي مسامحته لميجيل، بس فجاه بيوصل هيكتور وبيقول لميجيل ان في اتفاق ما بينهم وبيطلب منه ياخد الصوره بتاعته. بس بياخد ارنستو الصوره وبيعتذر لهيكتور لان ما عادش حد فاكره. فبيتعصب هيكتور وبيلوم ارنستو لانه هو السبب. وبيقول هيكتور لميجيل ان هو وارنستو كانوا اصدقاء، وانه لما مات ارنستو سرق كل الاغاني بتاعته ونسبها لنفسه. وبيقول هيكتور لارنستو ان هو السبب في انه ساب عيلته. وبيفتكر هيكتور لما كان عايز يرجع لعيلته لكن ارنستو حاول يمنعه، ولما فشل في اقناع هيكتور طلب منه يشرب مشروب معين وهو هيوصله. وفي الطريق تعب هيكتور ومات. وبيقول هيكتور انه كان فاكر انه مات بسبب الاكل اللي هو اكله، بس ارنستو اللي بيكون سممه علشان ياخد الاغاني بتاعته. فبيهاجم هيكتور ارنستو وبيضربه، لكن بيجوا الحراس وقتها وبياخدوه. وبيحط ارنستو صوره هيكتور في جيبه وبيرفض انه يدي مسامحته لميجيل. وبينادى ارنستو على الحراس علشان ياخدوه. فبيقول له ميجيل ان هو حفيده وما ينفعش يقتله. فبيقول له ارنستو ان ده مش فارق معاه. وبياخدوا الحراس ميجيل وبيرموه في حفره كبيره واللي بيكون فيها هيكتور. فبيجري ميجيل عليه بسرعه وبيحضنه. وفجاه بيتعب هيكتور وبيطلب من بنته انها ما تنساهوش لانه بكده هيتلاشى. وبيقول هيكتور لميجيل انه كان عايز يروح لعالم الاحياء علشان يشوف بنته. اتمنى هيكتور ان هو يقدر يشوف بنته كوكو المره واحده. ووقتها بيستغرب ميجيل فبيدي لهيكتور صوره وبيقول له اذا كان هو الشخص اللي في الصوره دي. وبيفهم ميجيل وقتها ان هيكتور هو جده الحقيقي. وبيحزن هيكتور لان كوكو هي الوحيده اللي فاكراه في عالم الاحياء، وبمجرد ما تموت هو هيتلاشى وبكده مش هيقدر يشوفها للابد. وبيقول هيكتور لميجيل ان كتب اغنيه تذكرين لكوكو، وبيفتكر لما كان بيغنيها لها كل يوم وهي صغيره. وبيتعصب ميجيل لان ارنستو سرق جيتار هيكتور وسرق كل اغانيه، لكنه بيقول لهيكتور انه فخور بيه. فبيفرح هيكتور وبيفضلوا ينادوا هما الاتنين علشان حد يخرجهم. وفجاه بتيجي ايميلدا بالوحش بتاعها وبتتعصب جدا لما بتشوف هيكتور، ومع ذلك بتخرجه من الحفره وبتطير بيهم وبتوديهم لمكان عيله ميجيل اللي بيفرحوا جدا لما بيشوفوه. وبتتعصب ايميلدا وبتطلب من هيكتور انه يمشي، لكن ميجيل بيدافع عنه وبيقول لايميلدا ان هو موافق على كل شروطها، لكن لازم يرجع الصوره بتاعت هيكتور اللي ارنستو اخدها. وبيقول لها ان هيكتور كان عايز يرجع لهم لكن ارنستو قتله. وفجاه بيتعب هيكتور وبيطلب من ايميلدا انها تساعده. فبتتاثر ايميلدا وبتقول لميجيل انها هتساعده بشرط انه ينسى الموسيقى. فبيوافق ميجيل على كلامها. وفي مكان تاني بيبدا العرض التقديمي للحفله. وفي الوقت ده بيتسلل ميجيل وعيلته للحفله بمساعده فريده. وبالصدفه بيقابلوا ارنستو فبيجروا وراه علشان ياخدوا منه صوره هيكتور. وفعلا بتقدر ايميلدا تاخد الصوره، لكن فجاه بيشتغل الاسانسير وبتطلع للمسرح. فبيطلع ارنستو وراها هو وميجيل وباقي العيله. فبيستغربوا كل الجمهور من اللي بيحصل، وبيأمر ارنستو كل الحراس انهم يمسكوها. لكن وقتها بيوصل ميجيل لايميلدا وبيشجعها وبيطلب منها انها تغني. بيدي الجيتار لهيكتور علشان يعزف لها، وفعلا بتتحمس ايميلدا وبتبدا تغني. بينبهر بيها الجمهور وبتفضل ايميلدا تغني وهي بتهرب من الحراس اللي عايزين ياخدوا منها الصوره، لكن ارنستو بيمنعها وبيرقص معاها وبيشتتها. لكن بتقدر ايميلدا تهرب منه وبتحضن هيكتور وبتدي الصوره لميجيل. لكن قبل ما تديله مسامحتها علشان يرجع لعالم الاحياء بيظهر ارنستو وبيسحبه وبيكون عايز يرميه من على السطح. وفي الوقت ده بيستغلوا عيله ميجيل الفرصه وبيوجهوا الكاميرا على ارنستو وبيعرضوا للجمهور كل اللي بيحصل. وفعلا بيشوف الجمهور ارنستو وهو بيقول لهيكتور ان هو مش هيسمح لميجيل يرجع لعالم الاحياء علشان يعرف الناس الحقيقه. فبيتعصب ميجيل وبيقول لارنستو ان هيكتور اعظم موسيقار في التاريخ وان هو اللي قتل وسرق الجيتار بتاعه. فبيتضايق ارنستو وبيرمي ميجيل من على السطح، بس بيوصل وحش ايميلدا وكلب ميجيل وبينقذوه، لكن للاسف بتقع صوره هيكتور في الميه. وبيتعصب الجمهور لما بيشوفوا ارنستو على المسرح وبيحدفوه بالاكل، لكنهم بيفرحوا لما بيشوفوا ميجيل رجع لعيلته تاني. وبيروح وحش ايميلدا لارنستو وبيهاجمه لحد ما بيرميه على الجرز اللي بيقع عليه وبيموته. وبنشوف ميجيل اللي بيحزن وبيعيط لان هيكتور على وشك انه يتلاشى. ووقتها بيمسك هيكتور هو وايميلدا ورقه شجر وبيدوا لميجيل مسامحتهم من غير اي شروط. وبيرجع ميجيل لعالم الاحياء وبياخد الجيتار وبيجري بسرعه وبيرجع لعيلته. وبيروح لماما كوكو وبيحاول يفكرها بوالدها هيكتور وبيوريها الجيتار بتاعه، لكن للاسف ماما كوكو ما بتكونش فاكراه. وفجاه بتدخل جده ميجيل ومعاه والده ووالدته وبيطمنوا عليه. وفجاه بتيجي لميجيل فكره وبيمسك الجيتار وبيعزف اغنيه تذكريني. وفجاه بتبدا ماما كوكو تغني معاه وبتفتكر كلمات
الأغنية. وبعد ما الأغنية بتخلص بتقول ماما كوكو لميجل إن باباها كان بيغني لها الأغنية دي دايما، وبتوريه كل الجوابات والقصايد اللي كان بيبعتها لها، وكمان بتكون محتفظة بالصورة بتاعته اللي كانت مقطوعة. فبيفرح ميجل جدا وبيكمل الصورة وبيحضن ماما كوكو. وبعد فترة بيكونوا كل الناس عارفوا حقيقة أرنستو، وده بفضل القصائد اللي هيكتور كان بيبعتها لبنته. وبتعدي سنة كاملة وبيجي يوم الموتى، وبياخد ميجل أخته الصغيرة وبيعرفهم على قرايبهم اللي ماتوا، وبتكون بينهم ماما كوكو اللي بتكون ماتت هي كمان. ومن ناحية تانية في عالم الأرواح بيفرح هيكتور لأنه قدر يعدي من البوابة، وأخيرا بيشوف هيكتور بنت كوكو وبيحضنها. وفي عالم الأحياء بيحتفل ميجل هو وباقي عيلته بيوم الموتى، وبنشوف أرواح كل اللي ماتوا. وبس كده، لو عجبك الملخص ما تنساش تعملنا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. سلام.